السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معنا في قناة يوميات نعومة وسمك. قبل ما نبدأ وقبل ما بنعمل اي حاجة زي ما احنا متعودين، هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشمر ايدينا كده وندخل بقلب جامد على مطبخنا، نقلبه نشوف في ايه، نشوف هنعمل ايه، هنروق ايه. يلا سمينا الله، صلينا على الرسول، شمرنا ايدينا وبدأنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا ايه النهارده؟ نعومة والسمكة جايبين ايه؟ جايبين زبد. جايبين زبد، شوية سردينة بلدي، دي اسمها موزة. الله، الله على الجمال. وقسما بالله تحفة. كلمة تحفة دي شوية شايفين؟ بص انا اقول لكم على حاجة، يعني معلش، بتوع يعا وقعي دول يمتنعوه. انتوا شايفين دمها لون احمر ازاي؟ طازة لسه طالعة من البحر. الله اكبر عليه. جبنا الموزة البلدي دي، نعديها كده ابدا، نحمر منها ونتغدى ونخلل منها. وعامله لكم فيديو تخليل بتاع الموزه البلدي دي جامد. جبنا كميه الموزه بتاعتنا، غسلناها، نضفناها، لا تحتاج مقص ولا سكينه، انت بتجيبوا الراس بالبطن مره واحده زي ما انتوا شايفين، بس ما بتتحشيش من جواها عشان خاطر انتوا شايفينها عامله ازاي. انت هتمسكي الموزه، هتجيبي البطن بالراس كده تنضفيها، ولو انت مبتدئه نضفيها زي ما بتعرفي. اهم حاجة تخلي بالك عشان دي بلدي وبتبقى طازة، ما تهريهاش. وغسلناها ونضفناها بمية جارية فقط لا غير، مفيش بقى حاجة تانية. وهنمسكها، نرش عليها شوية ملح، ونعصر عليها بقى ليمون كتير، يعني انتوا واخدين بالكم، ليمون كتير بقى. وهنقلبها في بعضها، ونحط عليها معلقة توم مفرومة اهي، ونقلب بقى كله في بعضه. دي لو سمكة ماسكة حيلها شوية او بطنها غويطة، هتحشيها هتبقى جميلة وزي الفل. في ناس بقى بتاخدها كده يا جماعة، هي لها كذا طريقة، ليها كذا طريقة. انا عملت لكم النهاردة الفيديو ده هنشوفها معمولة بطريقة ايه، وعامله لكم فيديو تاني انا مخللاها فيه، وباذن واحد احد هجيبها طازه تاني، احنا في الموسم بتاعها اليومين دول، وهعملها لكم في الصينيه، وهناكل احلى موزه بلدي. دي اسمها سردين موز. طبعا الاكيله، الناس اللي بتفهم في الاسماك عارفين. والله يا جماعه، والله من غير مبالغه، دي اطعم سمكه تاكليها في حياتك. زي ما انتوا شفتوا بقى، عملناها، قلبنا فيها التوم وظبطناها. وعلى فكره يا جماعه، انا عايزه اقول لكم على خطوه. انا عامله عمليه كبيره، ما بقدرش اعمل حاجه، فكل الشغل اللي انتوا بتشوفوه ده من ايد ست الحبايب، الله يبارك لها، الحاجه ام احمد. فهي قلبتها بقى بالفص التوم، وما بتقليهاش بدقيق يا جماعه. وعجبتني قوي الطريقه بتاعت مامتي دي. بتمسك الدقيق اللي احنا هنقلب فيه السمكيه، وتعجنه بحبه ميه زي ما انتوا شفتوا كده زي الزلابيه، وتحط عليه توم وليمون وملح وحبة كمون، وتقلب فيه السمك المتبل. احنا السمك ما بنشطفوهوش تاني بقى، يعني انا رشيت عليه ملح وليمون وتوم، انا ما بشطفوش تاني، ما بغسلوش. انا باخده من التمليحه الجميله بتاعته دي، احط في الخلطه اللي انا هحمر فيها دي. هتشوفوا بقى انتوا جمال السمكه المقليه بالطريقه دي يا جماعه. وهتشوفوا الزيت، شايفين الزيت لونه عامل ازاي؟ دي مفيده. بصوا بقى، انا هقول لكم على معلومه، معلش، انت عارفين ان الدنيا غلا، والحاجة بقت الطاقة 10، مش هقول الطاقة 2، والله يا جماعة الحاجة بقت الطاقة 10. يعني ازازة الزيت بعد ما كانت ب35 جنيه، بقينا بنجيبها ب100 جنيه وب105، فحرام. فاحنا لازم نحافظ على حاجتنا. شايفين الزيت عامل ازاي؟ دي الميزة بقى، احنا نعمل الحاجة اللي تخلي اكلنا طعمه حلو. وعلى فكرة الخلطة دي اجمد من الدقيق بكتير، والله العظيم يا جماعة اجمد منه بمراحل. ليه؟ لان انت بتتبليها بالملح والكمون والليمون والثوم، فبتديكي تحفة. بصوا بقى يا جماعة، دي اخر طاسة انتوا شفتوها، شفتوا الزيت عامل ازاي، شفتوا السمك عامل ازاي؟ الله اكبر. والحاجة عامله لنا حبة رز ابيض، شايفين؟ ده مش سمك، ده قطع دهب، ده قطع بغاشة، والله دهب كريمة. الله أكبر، الله أكبر على الجمال. سمي الله وصلي على الرسول، وما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتتمتعي معانا بالحاجات الجميلة اللي بتعملها نعومة وسمكة. عملنا طبق سلطة بلدي جميلة هي يا جماعة، بالبصل بقى والثوم والبنجر والجمال كله، وشوية رز. بصوا يا جماعة، أنا بعشق الرز الأبيض ده مع السمك المقلي، مع السلطة، ورز الصيادية.
بس احنا ما بنعملوش بني، احنا بنعمله اصفر، وعملناه معاكم في القناه بني واصفر. انا بتكلم على الحاجه اللي احنا بنحبها. بنحب الرز الابيض وبنحب الرز الاصفر. سموا الله كده وانتوا شايفين السمك عامل ازاي. اولا الموزه دي يا جماعه انت بتاكليها بتطلعي السلسله بس، لا فيها بقى جوانب، فيها شوك ولا فيها اي حاجه. بصوا الجمال، الله اكبر، الله اكبر. حاجه كده تتاكل، انا مش عارفه اقول لكم ايه، تتاكل نيه هي كده. ده اسمه جولدن فيش. ده اللي اسمه جولدن فيش، مش حاجه تانية. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفين الجمال؟ اهم حاجه ما تنسنيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتتمتعي معانا. احلى قناه، قناه يوميات نعومه وسمك. وجربي السمك بالطريقه دي ومش هتندمي، مش هتندمي. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.